بتهرب من إيه؟ بتهرب من اللي وجعك، من خيبة الأمل، من اللي كسر قلبك، من إحساس بالذنب. عارف، أنا كنت زيك. كل مرة أتوجع أهرب، أشغل نفسي بأي حاجة، أضحك، أقول كله تمام. بس جوايا كان في صوت دايما بيقول لي المشكلة لسه هنا مستنياني. المشاعر اللي احنا بنهرب منها هي بتستخبى جوانا وبتظهر بشكل تاني في قلق، عصبية، عزلة، وأحيانا في أمراض. وكل ما تهرب أكتر تحس إنك تايه وحاسس بفراغ، وكأنك مش عايش، مجرد بتكمل يومك وخلاص. بس عارف إمتى بدأت أتنفس؟ لما وقفت وبصيت جوايا وقررت إن أنا أواجه. هي مش سهلة بس ضرورية. المواجهة مش معناها إنك لازم تحل كل حاجة مرة واحدة، بس معناها إنك تبطل تجري وتهرب وتواجه بشجاعة. وافتكر، الرب قريب من منكسر القلوب ويخلص من سحق الروح. ابدأ بخطوة حتى لو صغيرة، لأن الهروب مش راحة، الراحة في الشفاء، والشفاء بيبدأ بالمواجهة.